عمرك سألت نفسك ليش رمضان في جدة مختلف؟ كل مدينة في العالم لها أجواءها الخاصة في رمضان، لكن جدة جوها مختلف تماما. اليوم أنا في البلد جدة التاريخية، الروح، الحياة، الناس البسيطة، ريحة البخور اللي تملي المكان، الشوارع والأزقة اللي مليانة أنوار، البليلة، البطاطس، الكبدة اللي ريحتها توصل أول الشارع. اليوم أنا في البلد راح أعيشكم أجواء مرة رهيبة. هنا البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول فلوقات حميزة حول العالم. اليوم أنا في جدة، اليوم أنا في البلد. جدة في رمضان، وتحديدا جدة التاريخية، عالم وشعور مختلف تماما. تعالوا اليوم نشوف البلد ونشوف إيش فيها البلد. إذا أنت زائر أو جاي جدة أو جاي جدة التاريخية حتنبسط مرة كثير. وهذا هو مسجد الشافعي. الآن إحنا وأنتم داخلين على مسجد الشافعي. يعتبر هذا المسجد من أقدم المساجد في جدة التاريخية. طبعا عمره أكثر من 1400 سنة، وربما هذا المسجد من أكثر من ترميمة بأكثر من عهد، ولكن آخر ترميمة كانت من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه. هي المأذنة، تعتبر هذه المأذنة حديثة بناء للمسجد. هذه المأذنة دياله تقريبا من 600 إلى 900 سنة من أيام الدولة المملوكية. طبعا ما شاء الله تبارك الله، بما أننا في رمضان فهنا يقام إفطار صائم. ما شاء الله تبارك الله. المسجد هذا ياخذك لمكان ثاني. وهنا تتجمع المويه. طبعا تحت في خزانات وصهاريج، كانوا زمان يجمعوا هذه المويه ويستهلكوها على مدار العام. الله أكبر الله. هذه العواميد مصنوعة من خشب الرخام. ممكن أول مرة تسمع عن خشب الرخام. هذا الخشب هدوه ملوك الحبشة والهند. الله أكبر الله. تعالوا أوريكم المحراب القديم. تعالوا نشوف. لو رفعنا هذه السجادة حيبان معانا، وهنا المحراب القديم. تعالوا نكمل جولتنا. الروشان. إذا كنت تعتقد أن الروشان مجرد شباك خشبي وبس فأنت غلطان. هذا هو الروشان، أيقونة العمارة في الحجاز. ببساطة مكيف طبيعي مصنوع من الخشب، ويخلي الهواء البارد يدخل بيتك ويحفظ خصوصيتك بالكامل. انت تشوف الكل وما حد يشوفك، قطعة فنية تتنفس وسط الجدران. طول ما انت ماشي في البلد بتلاقي الروشان بألوان مختلفة، أبرز ألوانها البني والأخضر. في البلد روح، في البلد حياة. كل ما تمشي أكثر وأكثر راح تشوف أماكن أجمل وأجمل، مثل هالممر اللي فيه ورد وزرع وأشجار، تحس نفسك في عالم ثاني. وهذا هو بيت نصيف. بيت نصيف واحدة من أقدم وأرهب البيوت في مدينة جدة، وانبنت عام 1881 ميلادي على يد التاجر عمر أفندي نصيف. وتخيلوا في عام 1925 ميلادي أقام الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه في هذا المنزل. وقتها كان يستقبل فيه الضيوف والوفود والشخصيات المهمة، لذلك يعتبر بيت نصيف واحدة من أهم وأقدم البيوت في مدينة جدة. أهم نصيحتين إذا جاي البلد: شوز مريح ولبس خفيف، لأنه الجو مرة حر. وهذه هي مدرسة الفلاح، أول مدرسة في جدة وأسسها محمد علي زينل. شوفوا المدرسة ما شاء الله تبارك الله. وهنا ساحة قزاز، واحدة من الأماكن المميزة اللي ما راح تلاقون فيها البسطات إلا في رمضان. تعالوا نفطر، وأنا صراحة ما فطرت. يا حبايب الله يحييكم في فرحة القزاز، كل سنة وانتم طيبين. وكبدة الدردين طبعا الشعر قصير، واللي ما ياكل منه يكسر سنه. جربت حبك وحنانك، جربت هجرك ووصالك، جربت حبك. وهذا هو ساندويتش كبدة عند الدرديري. أنا مرة متحمس. طبعا سعره 15 ريال، وما شاء الله تبارك الله الحشوة راهية. شوفوا كيف. وهذه هي ساحة شربتلي حقين الكيف والقهوة. لا يفوتكم، معظم الكافيهات متواجدة هنا. ترى البلد مليانة فعاليات. تعالوا نجرب فعالية سووها ربيع. تعالوا ندور العجلة ونشوف ايش حيطلع لنا. ايش توقع يطلع لنا؟ على حسب انت وحظك، بس متفائل فيك. يا رب. ها لفة ثانية. انتم مرة مكبرين. لفة ثانية. هدية؟ ايوه هدية. الف مبروك حبيب قلبي. يلا استخدام. ايش الهدية؟ عندنا 3 انواع من الهدايا. عندك الشاي الاخضر حلو. والشاي الاحمر الثقيل والشاي الاحمر الموزون اللي هو اكسبريس. اعطيني الاكسبريس. طيب. سلام يا عيني. تيجي تلعب تنبسط تاخذ هديتك تمشي. اخذنا هديتنا. طبعا اللي حاب يشرب شاي ترى الشاي عندهم مجانا فور فري على طول، شاي وقهوه. جوا مره رهيبه. عن يمينك بسطات، يسارك بسطات، كبده، بطاطس، بليله. تعالوا نجرب بطاطس بليله ابو ناصر. تعالوا. كيف حالك؟ السلام عليكم. اعطيني واحده بطاطس. خذنا البطاطس ب 15 ريال. الله يا مساك
ما يجي جدة خله يولي. والله اجواء عند ابو ناصر اجواء مره حلوه لا تفوتكم. هذه بطاطس ابو ناصر شوفوا كيف، يا عيني ما شاء الله تبارك الله. 15 ريال تستاهل. بعطيكم معلومه ممكن اول مره تسمعوا عنها. شفتوا هذا المكان انا واقف فيه عند هذه السفينه؟ هنا كان يوصل الشط في مدينه جده، تحديدا في جده التاريخيه. وبكذا يكون خلص الفلوق. اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير للقناه. سلام. اللي ما رمضان في أيوه. جدة والبلد ما شاف ما رمضان ما عاش اللحظة. تعال ابويا حياك. سلام.